السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعت لكم بعد طول انتظار. الفترة اللي فاتت دي كلها كلها شوية مشاكل مع الطيور بتاعتي وحاجات عمالة بتموت. أنا عندي حوالي 25 فرخة من اللحوم البلدي. جاية يا جماعة زي ما بيقولوا شوطة كده، مفضلش عندي غير دول. كنت أصبح الصبح ألاقي الفراخ متكسحة بدون أي سابق إنذار ولا بدون اي حاجة خالص، وتاني يوم الاقي اللي متكسح واللي بيموت واللي مش عارفه ايه. كنت الحق بقى بالسكينه واللي مش هلحقه كده. المهم عملت ايه؟ بعد فتره كنت جايبه علف للفراخ عشان ياكلوا ويبيضوا كلك. بفضل الله كلك باضوا مع بعض، ما فضلش عندي حاجه مش بتبيض. انا من كام يوم لاحظت ان انا وانا ماسكه البيضه في ايدي بحطها على جنب، راحت الفرخه جايه نقراها راحت واكلاها وهي في ايديا يا دوبك. يعني انا حاطه الصاج ده وبحط جنبه لك، راحت نقراها. فعرفت وفهمت ان هما ابتدوا ينقروا البيض وياكلوه. غبت اكتر من 10 ايام مش لاقيه ولا بيضه، وكلك عليهم بيض من بالليل وانا متاكده وحبساهم وعايساهم. قررت بقى ان انا هعمل لكم حاجه واعالج لكم المشكله دي. ايه هي بقى المشكله دي؟ تعالوا بقى ما اقول لكم. المهم بقى نقرب من اي فرخه من الفراخ دي، مش عارفه هيبان ولا لا. مسكنا كل بواز الفراخ يا جماعه، يا دوبك البوز اللي هو يا دوبك كده بيقفل على البق من الناحيه التانيه. بصوا بالمقص، مش عارفه باينه ولا ايه في الكاميرا. احاول اشوف لكم فرخه قريبه. مسكت كله بالمقص، قصيته بس كنت محميه اهو. بوصهم باينه اللي تحت اهيت والقصه التانيه. مسكت المقص حميته كويس ورحت اقصلهم، وما شاء الله لا قوه الا بالله. بقالي يومين، امبارح لقيت بيضتين والنهارده لقيت بيضتين. ده بالنسبه لي انجاز، لان انا بقالي حوالي 10 ايام مش لاقيه اي حاجه خالص، وكنت زعلانه وحزنانه ان انا مش لاقيه بيض ومش لاقيه اي حاجه. كنت زعلانه جدا من الموضوع ده. فالحمد لله لقيت بيض وابتدت بقى ايه تتظبط. عايزين نبص على الحمام بتاعنا. بس الكاميرا بس هم اللي فين بقى هم في الصفحة دي. الله اكبر. ايه ده؟ والبيض ده كبير ولا انا اللي بتهيألي؟ احنا مكبرين الكاميرا صح كده. ده بيض حمام. كنتش متوقعة على فكرة ان الجردل فيه، بس هو ما شاء الله فيه. دي بيضة ولا لأ؟ لسه بس مولف. وهنا لسه شايلة منه الحمامتين دول اللي انا هنطلقهم، لسه هما طايرين. دي هنا نطلعها. تعالى بقى نوريكم البيض بعد القص اهو كده. دول اول بيضتين يظهروا عندي بعد ما قصينا المنقار بتاعها. اقسم بالله غلبوني، مش عاوزه اقول لكم، وحرقوا دمي. خليتوا عليا في شم النسيم، لان اول شم نسيم يعدي وعيالي مش لاقيين ولا بيضه. بغض النظر ان احنا بنحتفل او ما بنحتفلوش، بس لالي قدام العيال بياكلوا بيض في اليوم ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتم هنا لحد ما نخلص عشان ما يكسروش كده.